واش كنتي كتسنى عودة بوغبا؟ غادي نقول لكم تفاصيل تخفيف العقوبة وشنو هو الفريق اللي ممكن ينضم ليه مع بداية 2025. تابع الفيديو حتى الاخر باش ما تفلتش عليك هاد الاخبار المهمة. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بويا لايف. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي داير ضجة في العالم، وهو عودة النجم الفرنسي بول بوغبا للملاعب بعد تخفيف العقوبة اللي كانت مفروضة عليه. كما تعرفوا بوغبا تعرض لعقوبة طويلة الأمد بسبب اختبار إيجابي لمادة المنشطات في مارس 2024، وكانت العقوبة ديالو غادا تدوم 4 سنين، ولكن من بعد مفاوضات وجهود قانونية تم تخفيفها ل 18 شهر فقط. يعني بوغبا يقدر يرجع للملاعب في مارس 2025. الخبر الكبير هو ان بوغبا غادي يفسخ عقده مع يوفنتوس الايطالي اللي كيستمر حتى ل 2026، وهذا الشيء غادي يفتح ليه باب الانتقال لنادي جديد في الميركاتو الشتوي الجاي. وكيشاع ان بوغبا مهتم بالانضمام لاحد الانديه المشاركه في كاس العالم للانديه اللي غادي يكون صيف 2025. واش عارفين شنو هو النادي اللي ممكن يمشي ليه؟ كاين كلام بزاف على انتر ميامي الامريكي اللي كيلعب فيه ميسي، وهذا الفريق كيظهر كوجهه محتمله للنجم الفرنسي. بالنسبه لتخفيف العقوبه، اللاعب بوغبا قدر يثبت ان المخالفه اللي وقعت ليه كانت بسبب مكمل غذائي ووصفوا ليه الطبيب ديالو، وهذا الخطا الغير مقصود خلى محكمه التحكيم الرياضي تنقص العقوبه ديالو. بوغبا ما خلاش الفرصه تمر من غير ما يعبر على الفرحه ديالو وقال الحلم ديالي غادي يستمر، الكابوس اللي كنت كنعيش فيه انتهى. واش كتظنوا ان بوغبا غادي يرجع بالقوه اللي كان عليها قبل؟ شنو توقعاتكم للفريق اللي غادي يلتحق به؟ شاركونا راكم في التعليقات. قبل ما نختم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بويا لايف. كنشكركم بزاف على المتابعه ونتمنى نشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. تهلاو.